بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار نادي الزمالك، كواليس نادي الزمالك. جروس غاضب جدا، جروس مصدوم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان الراجل فوجئ ان في مشاكل كتيره داخل فريق الكوره. حتى النهارده هو كان عامل اجتماع مع عمر جابر ومع عبد الله السعيد، وكان قبله اجتماع مع شيكابالا. بيتكلم اللعيبه، اشتكت اللعيبه ما خلتش فلوسها من ساعه السوبر الافريقي حتى الان. وعود كتيرة من مجلس إدارة، وعود من حسام المندوق أمين الصندوق لما كان رئيس بعثة، وعود من كابتن حسين لبيب رئيس النادي، وعود من أحمد سليمان اللي كان مشرف عام على الكورة، مش عارفين مشرف ولا لا لحد دلوقتي. وعود كتيرة جدا، واللعيبة ما خدتش ولا جنيه ولا دولار ولا حتى سنت لحد دلوقتي. اللعيبة بتشتكي، اللعيبة بتشتكي، خصوصا ان رئيس نادي الزمالك لما عمل معاهم جلسه بعد رحيل جوميز. اتكلم معاهم وقال لهم في رقبتي وحقوقكم وهتاخدوها واحنا بنجهز وكله تمام ومية مية. فيعني برضك يعني دي بتدينا بتنقل لنقطه تانية. يعني انت دلوقتي مش عارف تجهز المستحقات بتاع اللعيبه وتديهم الحقوق بتاعتهم. طب انت هتجيب المقدم بتاع زيزو ازاي؟ طب انت هتدي زيزو مقدم العقد بتاعه قبل ما تدي اللعيبه مستحقاتها؟ ما دي معضله برضك. يعني دي معضله كبيره. يعني انت دلوقتي لو انت جهزت المقدم بتاع زيزو، هتدي زيزو مثلا 30 مليون ولا 35 مليون، واللعيبه ما بتكونش واخده مستحقاتها، ولا تدي اللعيبه الاول وبعد كده تشوف زيزو؟ ما هو برضك المجلس في مأزق وازمه وفي حيره. طبعا رجال الاعمال اللي هم قالوا هنتبرع وهنعمل حتى الان ما فيش اي حاجه خالص نهائي. يعني شكرا، ما فيش اي حاجه خاصه خالص نهائي. تاني بقى المشكله اللي واجهها مستر جروس، مشكله الملابس. اللعيبه بتشتكي من الشركه اللي هي الشركه بتاع زيت، اللي هي الشركه القطريه، او الشركه اللي هي في قطر، اللي كابتن حسين لبيب سافر مخصوص وخلص معاهم واتفق معاهم، عمل معاهم. يعني حتى الان ما فيش الملابس الشويه ما جاتش. يعني حتى الملابس اللي هي موجوده اللعيبه بتشتكي منها ان هي مش الجوده المطلوبه. يعني الشركه اللي قبل كده اللي هي شركه تيمبو كانت افضل بكتير، لكن شركه الملابس دي شكرا ما فيش اي حاجه خالص، حاجه يعني. ده حتى يعني اللعيب ليه بيلبس الجاكيت لون والبنطلون لون تاني. ففي قصه برضك كانت شركه الملابس دي المجلس اداره ما بيحسبهاش، فمش عارفين مين المسؤول عن الملف دوت. هو المفروض ان يبقى في المشرف على الكوره هو كان يحل المشاكل دي كلها. مشكله المستحقات، مشكله الملابس، كل المشكلات الخاصه بالكوره. والمشرف على الكوره يعني هو شغلته ان هو يخلص، شغلته ان هو يخلص. خش على الصفقات. يعني في كلام ان في علي يوسف، الجناح تونسي بيلعب في نادي هانكن السويدي. وصحيفه فوتبول دايركت اتكلمت وقالت ان الزمالك بيفاوض، ولكن في نفس الوقت طلع تصريح من المديره الرياضيه المسؤوله عن نادي هانكن السويدي بتقول الكلام ده مش موجود، ولكن ممكن الزمالك يكون بيفكر فيه، ولكن ما بعتش عرض رسمي لحد دلوقتي. هو انا شفت السي في بتاعه كويس، يعني راجل لعب اكتر من 80 مباراة، جايب 10 اهداف السنة دي اعتقد. و لعيب كويس، عنده 24 سنة، صغير في السن. يمكن احنا داخلين على النادي السويدي، احنا خدنا قبل كده فرج وبعد كده النادي الاهلي واخد وسام ابو علي برضك من الدوري السويدي. فنشوف الصفقة الجديدة دي هل هي فعلا حقيقية ولا لا، وهل الراجل عايزها ولا لا. ولكن حتى الان جوميز طالب ان هو يقعد مع ماكس عشان يشوف كل المشاكل دي، ويشوف مشكله بقى الصفقات والانتقالات الشتويه ومشكله الملابس ومشكله المستحقات، حاجات كتيره جدا جدا جدا. الراجل الراجل جه يا عيني مصدوم. لا كم من المشاكل لا حصر لها. السؤال كان المشرف على الكوره بيعمل ايه؟ يعني كان الله في عون عبد الواحد السيد، مع عبد الواحد السيد كان معاه احمد سليمان. انا كان مع احمد سليمان كان هو اللي واصله ما بين مجلس اداره. مش عبد واحد اللي هيطلع مجلس اداره مباشره، لا، ما هو في مشرف على الكوره المجلس اداره معينه ان هو مسؤول. ولكن هو كان مسؤول ومش مسؤول، مش مسؤول عن اللي بيحصل ده. مسؤول بس عن تسريب الاخبار، مسؤول انه يطلع مع مهيب عبد الهادي ويقول كل اسرار نادي الزمالك. مسؤول ان هو يتصور، ومسؤول ان هو يعمل فيديوهات، مسؤول ان هو مسؤول التلميع. فربنا يعني نتمنى ان كل المشاكل دي تتحل في الفتره الجايه. كلام بقى بالنسبه لصفقه ممدوح عباس اللي بيتكلم عليها، وناس بتتكلم، ناس بتقول بيرسي تاو، وفي بيقولوا طارق حامد، وفي ناس بتقول اشرف بن شرقي. هنشوف خلال الفتره الجايه. المهم نحل المشاكل الاول بتاع الناس الموجوده.
يعني حل المشاكل الناس بتاع الموجودة الأول، وبعد كده فكروا بقى في الحاجات التانية. لكن انت تعمل كارثة لو انت اديت زيزو وقدم التعاقد وسبت لعيبه، ما انتش، هتبقى كارثة، الفرقة تنفجر. ربنا يستر.